نبدأ من مدينة حلب، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين كتائب الثوار وقوات النظام في محيط حي الصاخور من جهة سليمان الحلبي الواقع تحت سيطرة قوات النظام. واستهدفت قناص سليمان الحلبي طفلين في حي الصاخور ما أدى إلى إصابتهما إصابة بليغة. واستهدفت قوات النظام أحياء طريق الباب والمعصرانية برشاشات ثقيلة فيما لم ترد أي أنباء عن إصابات. واستهدف القصف المدفعي بمبنى البريد في حي سيف الدولة واختصرت الأضرار عن الماديات. القصف المدفعي استهدف أيضا حي المرج صباح اليوم. من جهة أخرى فقد دارت اشتباكات عنيفة في محيط مبنى الغاز والأخشاب ومبنى الدفاع المدني بالقرب من دوار الشيحان في حي الخالدية شمال حلب، فيما استمرت الاشتباكات بالقرب من مبنى الشرعية في حي الأشرفية وقرب مبنى البريد. واستهدف القصف المدفعي حي الشيخ مقصود واختصرت الأضرار الماديات. يأتي ذلك بالتزامن مع اشتباكات على أطراف الحي في محيط جامع الحسن بين كتائب الثوار وقوات النظام. وأصدرت الهيئة الشرعية تعميما قضى بإغلاق معبر كراج الحجز اعتبارا من صباح اليوم الجمعة 16/8 حتى إشعار آخر، وذلك لضبط الأوضاع في المعبر حسب تعميم الهيئة الشرعية. وإلى الريف الحلبي السائر، حيث أعلن الثوار استهداف تجمعات قوات النظام في بلدتين نبل والزهراء بقذائف محلية الصنع وتحقيق إصابات مباشرة. واستهدف الطيران في بلدة دير حافظ برشاشات ثقيلة فيما لم ترد أي أنباء عن إصابات. رشاشات الطيران الحربي الثقيل استهدفت أيضا سفيرة وقرية تل أحمر، حيث أدى ذلك إلى إصابة عدة أشخاص بجروح خطيرة نقلوا على إثرها إلى المشفى الميداني في المدينة. كان معكم مراسل وكالة شهبة بس الإخبارية نادر خيام من حلب.